مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حوار خاص نستضيف فيها عضو المكتب السياسي لحركة الشعب السيد زهير المغزاوي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. سي زهير، نبدأ باجتماع مجلس الأمانة العامة لحزبكم الذي سينعقد آخر هذا الأسبوع، اجتماع هام ستناقشون فيه جملة من القضايا الخلافية. ما أبرز هذه القضايا المطروحة على الطاولة للنقاش؟ يعني في البداية نحب نأكد أن الاجتماع هذا هو يعني دورة عادية ليست دورة استثنائية، لأنه الأمانة العامة في حركة الشعب حسب النظام الداخلي تجتمع كل 3 أشهر. آخر أمانة عامة اجتمعت في 10 مارس تقريبا، اليوم تعدوا على 3 شهور وشوية، فخيرنا أن يقع الاجتماع في آخر الشهر باعتبار كان ثم امتحانات وغيرها. ولكن النقاش سيكون حاسم حسب ما علمنا في مواضيع متعددة. أكيد حاسم، يعني يمكن برشا، ولكن سنتحدث في عديد المواضيع سواء المتعلقة بالمشهد السياسي في تونس، تقييم للوضع السياسي، وسنتحدث كذلك في الوضع الداخلي داخل الحركة، في نقاط يعني خلافية موجودة داخل الحركة، يعني خصوصا مسألة انضمام الحركة للجبهة الشعبية، موقع الحركة في المشهد السياسي، الخط السياسي لحركة الشعب، الاستعداد للمحطات السياسية القادمة، هذا كله باش يكون معناتها محل نقاش داخل هذا الاجتماع. طيب سي زهير، هناك اختلاف في وجهات النظر حول انضمام حركة الشعب ك يعني حزب قومي إلى الجبهة الشعبية، وهي كتيار يعني أو تشكيلة يسارية. أنت يبدو أحد المعادين أو المعارضين لهذا الانضمام، لو توضح لنا أبرز أسباب يعني رفضك لانضمام حركة الشعب ل يعني الجبهة الشعبية. لا، أولا أنا لست من المعارضين، أنا ملتزم بكل القرارات التي تتخذها مؤسسات الحركة. احنا نحاولوا نبنيو حركة مؤسسات ماهيش قايمة على رأي الفرد فيها يعني يذوب داخل المؤسسة. احنا اجتمعنا في مناسبات عديدة حول موضوع الجبهة الشعبية تقريبا من سبتمبر الفارط، وحوارات تمت داخل الحركة سواء في هياكلها المركزية أو في الجهات، تناولنا الموضوع من كل جوانبه. كان فما قرار في سبتمبر بتعليق الحوار مع الجبهة الشعبية لأسباب رأتها في ذلك الوقت يعني الأمانة العامة. علقنا النقاشات، ثم أعيد طرح الموضوع هذايا بعد استشهاد الشهيد شكري بالعيد، وبعد تشكل ما يسمى التحالف من أجل الاتحاد من أجل تونس، وبعد ما لاحظنا أن المشهد السياسي في تونس ذهب نحو تكتلات، بعد ما شاهدنا ولاحظنا كذلك أن الاستقطاب الثنائي في تونس حتى تزداد يوما بعد يوم، وتدفع البلد نحو هذا الاستقطاب الثنائي اللي في رأينا وفي تقييمنا احنا في حركة الشعب الاستقطاب الثنائي هذا مدمر للبلد، مدمر لمستقبل هذه الثورة، مدمر للمسار الثوري، خاصة أن بلادنا عاشت مثل هذا الاستقطاب الثنائي في بداية التسعينات، واكتوينا من هذا الاستقطاب الثنائي اللي عشنا في بداية التسعينات. فأعيد طرح الموضوع من جديد حول التموقع السياسي لحركة الشعب. انتهى النقاش ب يعني القبول المبدئي لانضمام حركة الشعب للجبهة الشعبية وفق جملة من الشروط أو وفق جملة من الضوابط كان قد حددها الاجتماع هذايا، منها مسألة نداء تونس اللي احنا في حركة الشعب نعتبر نداء تونس هو إعادة رسكلة النظام القديم، وشعب تونس الذي ثار من أجل الإطاحة بنظام بن علي أول ما توجه للتجمع الدستوري الديمقراطي وحرق مقراته، واعتبره يعني شريك في هذه الجريمة التي تمت على التونسيين طيلة الحقبات الاستبدادية السابقة. النداء هذا هو إعادة تجميع هؤلاء، تحدث فيما بعد عن التقارب بين الجبهة يعني حبيت نوضح بعض النقاط. إذا النقطة الأولى هي مسألة نداء تونس، النقطة الثانية بالنسبة لي مسألة الهوية، وخاصة التفريق بين الإسلام كدين هذا الشعب وعقيدة هذا الشعب وبين معناتها حركة الإسلام السياسي، والمسألة الثالثة هي مسألة القرار الوطني. وحوارات تمت بيننا وبين يعني أصدقائنا في الجبهة الشعبية، اتفقنا على أن نمضي معا ما أسميناه بالبروتوكول اللي على ضوء هذاك يتم انضمام حركة الشعب للجبهة الشعبية، لكن لا شيء من هذا تم. خلف هذا يعني استياء داخل حركة الشعب، داخل عديد المناضلين داخل الحركة. بعض المناضلين سي زهير حتى في الجهات الداخلية من حركة الشعب قالوا أن يعني اتخاذ قرار بالانضمام إلى الجبهة الشعبية فيه نوع من الهروب إلى الأمام. يعني شوف، هو عادي راهو داخل حركة الشعب ولا داخل أي طرف. اليوم المشهد السياسي في تونس شديد التعقيد، والمشهد السياسي في تونس في عديد الأحيان لا يصاغ من الداخل، يصاغ حتى من الخارج، مما يزيد تعقيد أكثر.
فعادي وطبيعي جدا أنه في داخل الأحزاب السياسية كل ثم وجهات نظر، ثم اختلافات، ثم حتى صراعات داخل كل الأحزاب السياسية ولكن في هناك تونس. حديث سي زهير هناك حديث أصلا أن القوميين اليوم في تونس لا يمكن أن يجدوا أرضية للالتقاء مع هذه مكونات الجبهة الشعبية اللي هي يعني أغلبها من مكونات اليسار الماركسي أغلبها. يعني هناك أرضية الالتقاء يقول بعض مناظري التيار القومي منعدمة أصلا. شوف، بالنسبة لنا نحن في الموضوع هذا، احنا في هذه المرحلة، احنا خاطر نحكيه اليوم على مرحلة معينة تمر بها تونس وتمر بها الأمة عموما. هذا المسار الانتقالي. في هذا المسار الانتقالي احنا كنا أكدنا، وأول من أكد على ذلك أن ثورة تونس ما قامش بها طرف بروحه. ثورة تونس قامت بها عديد الأطراف، سواء السياسية أو الشبابية أو النقابية أو الحقوقية أو المهمشين إلى آخره. فلا يمكن لهذه الثورة اللي شاركت فيها مكونات عديدة أن يستفرد بها طرف من الأطراف. وبالتالي هذا تحليلنا في حركة الشعب منذ أن هرب بن علي، قلنا هذه المرحلة هي مرحلة توافق بامتياز، لا يمكن لأي طرف من الأطراف حتى لو كان أعطاته نتائج الانتخابات يعني الأغلبية، لا يمكن له أن يحكم تونس بمفرده، لا يمكن له أن يصوغ مستقبل تونس بمفرده. لذلك في وفق هذه الرؤية، وفق رؤيتنا للتوافق، احنا ما عندناش حتى مشكلة باش نتقاطعوا مع كل الأطراف اللي في تقديرنا تسير في تحقيق أهداف هذه الثورة، واللي بالنسبة لنا ثم هم 3 نقاط كبار. أولا، ديمقراطية سليمة تضمن التداول الحقيقي على السلطة. ثانيا، عدالة اجتماعية. ثالثا، استقلال القرار الوطني. كل الأطراف السياسية تدعو إلى يعني هذا، كل ما علنيا على الأقل. لا، علنيا ومبدئيا وعمليا. كل من يمشي في هالنقاط هذوما احنا نلتقي معاه في جبهة، نلتقي معاه في الشارع، نلتقي معاه نتقاطع معاه في بعض النقاط، هذا وارد. يعني احنا ما عندناش عداء يعني لهذا الطرف او لذاك الطرف لانه اسمه جبهة شعبية او لانه اسمه حركة النهضة. احنا مواقفنا من كل الاطراف السياسية تتحدد وفق موقفنا احنا مما يجري داخل البلد. طيب، الالتقاء بين الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس منذ أسبوع تقريبا، هل يمكن أن نقول أنه النقطة أو التي أفاضت الكأس في علاقة، يعني فيما يتعلق بالعلاقة بين حركة الشعب ومناضليها من جهة والجبهة الشعبية؟ أعتقد ذلك. أعتقد أن الجبهة الشعبية بصدد ارتكاب خطأ كبير وخطأ فادح، هو التحاقها أو تنسيقها أو حوارها، خليني نقول قطر توا يحكيوا على تنسيق وحوار فقط، حوارها مع نداء تونس ومع مجموعة الاتحاد من أجل تونس. أعتقد أن الجبهة الشعبية، وأنا كنت مشارك في الحوارات الأولى منذ بدأت هذه الحوارات، الجبهة الشعبية كفكرة تبنيت على مجموعة من المبادئ. أهم هذه المبادئ أن الجبهة الشعبية جت باش تكسر الاستقطاب الثنائي في البلد بين حركة النهضة من جهة وبين نداء تونس في تلك الفترة من جهة أخرى، جت باش تستكمل أهداف هذه الثورة إلى آخره. فأعتقد أنه اقتراب الجبهة الشعبية من نداء تونس أو من هالمجموعة هذه، أعتقد أنه ستخسر الجبهة الشعبية. ولكن السيد حما الهمامي يعني قال أن هذا التقارب أو الالتقاء كان نتيجة لدعوة وطنية وجهتها الجبهة الشعبية، وهي الدعوة إلى مبادرة للإنقاذ. أنا كل ما أتمناه ألا تلتحق الجبهة الشعبية بنداء تونس. أنا وجهة نظرنا في حركة الشعب، كسر الاستقطاب الثنائي اللي موجود في بلادنا والحد منه لا يعني إلغاء حركة النهضة ولا يعني إلغاء نداء تونس، ولكن مزيد من عزلتهم ومزيد من يعني إضعافهم. الانضمام لنداء تونس أو لحركة النهضة يعني تقويتها من جديد. هذه الفكرة احنا اللي اتفقنا فيها حتى داخل الجبهة الشعبية، والحوارات اللي تمت بين الجبهة الشعبية والجمهوري والمبادرة التي أطلقتها حركة الشعب واللي شاركت فيها عدد الأطراف، كانت الفكرة ما هي؟ الفكرة هو أنه الاستقطاب الثنائي هذا مضر بالبلد، ودورنا شنو؟ مش باش نلغيو الناس، حتى واحد ما نجم يلغي الآخر، فقط دورنا هو إضعاف هذا الاستقطاب الثنائي عبر تشكل وسطي كبير يكون معناتها قريب من أهداف الثورة، يكون معبر على أهداف هذه الثورة في استقلالية قرارها الوطني كما ذكرت بكري، في العدالة الاجتماعية، في الديمقراطية، ويحد من هالظواهر هذه اللي موجودة في البلد. لكن مع الأسف منذ أيام كتبت على صفحتك الخاصة على الفيسبوك أن اليسار التونسي يعيد نفس تجربة التسعينات، ماذا تقصد؟ نعم، إذا توجهت الجبهة الشعبية نحو نداء تونس فإنها تعيد تجربة مرة عاشها شعب تونس في بداية التسعينات، حينما بدأ الصراع بين حركة النهضة من جهة وبن علي في تلك الفترة، وفرض على التونسيين زاد من كلا الطرفين أن يصطفوا إما مع بن علي وإما مع حركة النهضة.
اختار بعض اليسار التونسي في تلك الفترة أن يصطف مع بن علي، وعديد النخب السياسيين في تونس ما فهموش أنه بن علي يعني بعد ضربه لحركة النهضة توجه إلى المجتمع بأكمله، وقالت وقتها النخبة التونسية: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. فإحنا ما نحبوش اليوم نعاودوا نفس التجربة، ما نحبوش نعاودوا نفس التجربة باسم الظلامية وغيرها نمشي ونجيبوا جلادي الأمس. احنا بالنسبة لنا في حركة الشعب جلادي الأمس يعني اللي مارسوا الاستبداد واللي عذبوا شعبنا واللي قتلوا شعبنا على امتداد 60 سنة، وهم اللي كرسوا الاستبداد هذا، راهو لا يمكن أن يكونوا بديل لهؤلاء الذين يحاولون التغول على البلد باسم الدين. في نفس هذا السياق سي زهير، الخلافات بين التيار القومي ومكونات الجبهة الشعبية يبدو أنها تمتد حتى إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وأنت تحدثت وانتقدت يعني تقارب بين الجبهة الشعبية في سيدي بوزيد أو مكوناتها لانتخاب كاتب عام جهوي جديد للاتحاد العام التونسي للشغل. هو في الحقيقة كان نائب في برلمان بن علي. هذه الخشية من تقارب بين مكونات الجبهة الشعبية وبعض دعني أقول أزلام النظام من السابق، هل لها مبررات واقعية اليوم؟ والله شوف، بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل أنا نقابي، أنا عضو في النقابة العامة للتعليم الثانوي، يعني أعتقد أن عديد السياسيين لا يفهمون جيدا يعني كما يقال الماكينة نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل. حدثنا عن هذه الماكينة. ويحاولوا يتعسفوا على هذه الماكينة ويحبوا يدخلوا فيها ويحبوا يفرضوا أجندات من برا على الاتحاد العام التونسي للشغل. منظمة مستقلة ناضلة ضد الاستبداد، فيها تناقضاتها، فيها صراعاتها، فيها تحالفاتها اللي في بعض الأحيان ماهيش هي اللي موجودة خارج المشهد السياسي في الخارج. بعض السياسيين مش فاهمين هذا، يحاولوا يتدخلوا، يحاولوا يفرضوا بعض الأشياء. ولكنك انتقدت في السابق نعم. هذا التقارب يعني خاصة نعم. في مدينة سيدي بوزيد. احنا في الاتحاد العام التونسي للشغل ونظلنا في نقابة التعليم الثانوي ونظلنا كقوميين من أجل استقلال المنظمة. وقت كان بن علي يحاول يدجن هذه المنظمة، كنا مع عديد الأصدقاء والرفاق داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، سواء في القيادة أو في الهياكل الوسطى أو في القواعد. كان ثم خط كامل مناضل داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ضد التدجين، يناضل معناتها يناضل من اجل استقلاليه الاتحاد العام التونسي للشغل. وما زال كذلك الامر، عديد الاطراف تحاول ان تتدخل في الاتحاد العام التونسي للشغل، تحاول ان تحدد دور الاتحاد العام التونسي للشغل. من هي هذه الاطراف؟ اطراف عديده من السلطه اليوم كما كانت من السلطه في السابق، وانا قلت هذا الكلام في عديد المناسبات. حركه النهضه اليوم في تونس مثلا والسلطه الحاكمه تريد ان تحدد المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا ضرب من ضروب المستحيل ومش باش يصير. اطراف سياسيه كذلك سواء في نداء تونس أو كل الأطراف السياسية، لأن هذه منظمة كبيرة، كل الأطراف تحاول أن توجد فيها وتحاول كذلك أن توظفها. وأعتقد أن المنظمة دورها الكبير وقيادة المنظمة دورها الكبير ألا يتركوا هذه المنظمة توظف لأي طرف من الأطراف، لأن استقلالية المنظمة على السلطة واستقلالية المنظمة على كل الأحزاب هذا مطلب وهذا شعار رفعت المنظمة وضحوا من أجل النقابيين باش تبقى هذه المنظمة مستقلة على كل الأحزاب وعلى السلطة. سؤال أخير قبل أن ننتقل للحديث عن المشهد السياسي العام، هل تعتقد أن الاجتماع هذا الذي سيعقد لمجلس الأمانة العامة لحركة الشعب سيخرج بانسحاب حركة الشعب من الجبهة الشعبية؟ أنا يعني باش يصير في الاجتماع باش يصير حوار، باش يصير نقاش، وأنا ما نجمش نتكهن شنو. ولكن أكيد أنت مطلع على الأقل على التوازنات الداخلية. إيه أعرف، ولكن كل ما سيحدث في هذا الاجتماع أننا سنتناقش في هذه القضايا بكل جدية وسنحسم هذه الأمور بكل ديمقراطية. واضح. فيما يتعلق بأداء الحكومة 100 يوم تقريبا من انطلاق عمل حكومة السيد علي العريض، ما هو تقييمكم لأداء الحكومة بصفة عامة قبل أن نتحدث عن التفاصيل؟ والله أنا أولا أعتبر أن حكومة السيد علي العريض هي امتداد لحكومة السيد حماد الجبالي، رغم تغير يعني بعض الوجوه في هذه الحكومة، ولكن على مستوى الخط العام والسياسة العامة لهذه الحكومة هي امتداد لحكومة السيد حماد الجبالي. أعتقد أنه هذه الحكومة ما تمكنتش باش تحقق الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية من هدف هذه الثورة. فشلت فشل ذريع أعتقد في ملف التشغيل، فشلت فشل ذريع في الحد من الغلاء الفاحش للأسعار، فشلت فشل ذريع في ضرب المهربين، لأنه بين قوسين نحكيه اليوم على الإرهاب في الشعاب، بثم إرهاب آخر يمارس على شعب تونس
هم البارونات تاع المال اللي قاعدين يهربوا، اللي قاعدين يحتكروا، اللي فشلت الحكومه في لكن هذه الظاهره معقده سي زهير، يعني نعم. معالجتها ربما تتطلب سنوات وسياسات عامه، نعم. ولقاء وحوار وطني. أنا أتحدث عن حكومة كان برنامجها معلنا. أنا أتحدث نحسب فيه على البرنامج الذي أعلنته أنها ستحد من الغلاء الفاحش للأسعار، أنها ستشغل، أن حتى باش ما نمشيش معك لبعيد أكثر، لأن الحكومة مكونات الحكومة بعض مكوناتها كانوا يتحدثوا على تشغيل 400 ألف موطن شغل في حملتهم الانتخابية. احنا اليوم في سياق نتاع ثورة. أنا راني مانيش برشا من العباد. هل تقول بأن هذه الحكومة لم تحقق أهداف الثورة إلى حد الآن؟ إلى حد الآن هي فاشلة بامتياز في تحقيق أهداف الثورة، وأخطر ما فما في الفشل هذا هو ارتباطاتها الدولية في علاقة بصندوق النقد الدولي، في علاقة بدولة قطر، في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، اللي أنا مانيش ضد أن تكون ثم علاقات، ولكن يبدو أن العلاقات هذه حولها بعديد الالتباسات، وحولها احنا كل ما نخشوه هو استقلال قرارنا الوطني، أنه قرارنا الوطني ما عادش يكون بيدين، يكون عند جهات البرة. أنا نتمنى للحكومة أنها تنجح، لأنه بالنسبة لي بوضوح نجاح الحكومة هو نجاح لهذه الثورة. ولكن اليوم التقييم اللي موجود في الشارع يقول أنه على مستوى الأمني ثم مشكلة كبيرة، ثم مشكلة حقيقية. اليوم التونسي بدأ خايف على أمنه. على المستوى الاقتصادي ثم مشكلة كبيرة، غلاء فاحش الأسعار. يعني على جميع المستويات ماناش قاعدين نتقدموا في تحقيق أهداف هذه الثورة. وشوف راهو هذا هو الاخطر. أنا في رأيي الاخطر حدثت عليه في عديد المناسبات. هذا مسار ثوري أوكي، يتطلب شوية صبر، هذا ما فيش حتى مشكل. بلادنا ما عندهاش إمكانيات كبيرة صحيح، الحكومة ما عندهاش عصا سحرية باش تبدل كل شيء في نهار، هذا كله متفقين فيه. ولكن ما هو المطلوب من الحكومة في المرحلة الانتقالية؟ مطلوب من الحكومة أن ترسل رسائل إيجابية لشعب تونس، أن تقول لشعب تونس أن مستقبلك سيكون أفضل كثير من ماضيك. إذا كان ما أرسلناش الرسائل هذه راهم التوانسة باش يبداو يحنوا للعهود الاستبداد، وداير ثم شكون توا يتحدث على عهود الاستبداد. وهذا الكل اللي سميته أنا أكثر من مرة أكبر خطر على الثورة هو تيئيس شعب تونس من تحقيق أهداف هذه الثورة. استقالة الجنرال رشيد عمار من منصبه كقائد أعلى للجيوش الثلاث، ما تعليقك على هذه الاستقالة في هذا التوقيت بالذات؟ والله أولا أنا استمعت كما استمع التونسيين الكل الجنرال رشيد عمار في الحديث المطول الذي أجراه في إحدى القنوات الخاصة. أولا أنا تعليق صغير على شكل الاستقالة. أنا كنت نتمنى أن السيد رشيد عمار لا يقدم استقالته بتلك الطريقة في برنامج تلفزي في قناة خاصة، كان ينجم يقدمها بطريقة أخرى. الملاحظة الثانية، رشيد عمار قدم استقالته والجيش التونسي يخوض معركة ضد الإرهاب. يعني هذا رئيس الجيوش الثلاثة يقدم استقالته في وقت اللي الجيش يقاتل في معارك ضد الإرهاب. أنا أعتقد أن هذه مس من معنويات الجيش. ويذكروا بعض السياسيين في تونس لما وقع الحديث على السيد رشيد عمار تقريبا منذ أسبوعين، الكل بدأت تتحدث على معنويات الجيش وغيره. فما بالك إذا كان جنرال، يعني الرجل الأول في الجيش التونسي رئيس الجيوش الثلاثة يستقيل، فهو يمس من ما تحدث عنه السيد رشيد عمار حول أسباب استقالته. أعتقد أن مش هذاك هو الصحيح. رشيد عمار هو رجل، أنا في اعتقادي في وجهة نظري هو رجل غامض. في أدوار رشيد عمار في تونس أدوار غامضة إلى حد الآن. حتى اللقاء التلفزي لم يمط اللثام على الأدوار اللي قام بها رشيد عمار. القضايا الكبيرة لم يجب عنها. أعطيك مثلا، هل أن رشيد عمار كان مسؤول على إرسال السلاح إلى ليبيا؟ لما سئل هذا السؤال هرب ولم يجب. قضية القناصة، رشيد عمار تحدث على أنه ما ثماش قناصة في الجيش ولم يجب التونسيين على هذا السؤال الكبير اللي مطروح عليهم. حتى قضية الشعامبي يعني تحدث يعني بصفة عامة وما عطاش بالضبط شنو اللي صار. حتى مسألة هروب بن علي وادعى أنه ما يعرف شنو اللي صار، وكان يتصور أن بن علي مازال في القصر، وهذا كله يطرح نقاط استفهام. يا إما أن رشيد عمار كان مهمشا، أو أن رشيد عمار لم يقل الحقيقة للتونسيين. وقتها باش يطرح سؤال كبير: من كان يدور تونس في تلك الفترة الصغيرة؟ هل هو الهادي البكوش كما تحدث الهادي البكوش في الفترة الأخيرة يتحدث على أنه وقع الاتصال به من أجل إقناع يعني فؤاد المبزع باش يمسك الرئاسة؟ من هي حكومة الظل التي كانت تدير تونس في تلك الفترة؟ السيد رشيد عمار أعتقد أنه استقالته جاءت في وضع في المنطقة، ثم ترتيبات قاعدة تصير في المنطقة، قطر، في تركيا، في مصر. يعني تربط استقالته بعلاقات خارجية أو بأطراف خارجية؟ طبعا أنا لا أعتقد أن استقالة السيد رشيد عمار هي تونسية محضة. يعني أعتقد أن استقالة السيد رشيد عمار فيها بعض من الخارج، فيها بعض الترتيبات لتونس للمرحلة القادمة. الترتيبات هذه ليست خافية على التونسيين، زي ما نقولوا للتوانسة، لأن برشا السياسيين خايفين يقولوا الكلام هذا.
زيارات مكوكيه لفرنسا، باجي قائد سبسي كان في فرنسا، السيد نجيب الشابي كان في الولايات المتحده الامريكيه، السيد راشد الغنوشي قبلهم كان في الولايات المتحده الامريكيه. يعني ثم ترتيب. أعتقد أنه ما نجموش نتحدث بسذاجة أن السيد رشيد عمار بمكانته في الجيش التونسي، بمكانته في تونس، هكاك جاء اليوم في اللحظة هذه وقال أنا راني تعبت ونحب نمشي لداري. أنا أعتقد أن ثم ترتيبات كاملة قاعدة تتم. ما تعليقك على من يقول أن السيد رشيد عمار استقال من الجيش ليستعد إلى منصب سياسي فيما بعد؟ قد يكون. هو الرجل كان متحدث بارع، تحدث عن نفسه كثيرا، يعني أعتقد أنه اختار ما يقول. أعتقد أن اللقاء كان معد إعداد جيدا، فيه تسويق كبير لشخص رشيد عمار. يعني قد يكون اليوم السيد رشيد عمار سينتقل من دور العسكري إلى دور آخر، دور مدني، قد يكون ترشح للرئاسة أو أدوار أخرى. لا أعتقد أن السيد رشيد عمار سيذهب إلى منزله. يعني شخص عسكري إلى رئاسة، يعني هذا لا يعيد إلى أذهان التونسيين تاريخ سابق. يعني بن علي نفسه كان يعني جنرال في العسكر. اي طبعا سيعيد. هو التونسيين ما كانوش مستنسين بالعسكر يتحدث. أول مرة تقريبا العسكر يتحدث للتونسيين. يعني الجيش التونسي منذ تأسس يعني كان بعيد على السياسة أو أبعد عن السياسة. أول مرة تقريبا رجل عسكري، حتى على الإعلام، وبعيد على الإعلام، وبعيد يعني، وهي مؤسسة عتيدة يعني الجيش التونسي. ولكن كان بن علي يعني يحاول أن يبعدها قدر المستطاع، وكما كان بورقيبة يحاول يبعدها قدر المستطاع على المشهد السياسي، على الإعلام. حاول يعني اليوم أعتقد أنه ثم مشهد جديد ينجم يكون رشيد عمار يذهب إلى ويعيد للتونسيين التجارب السابقة. يعني سي زهير، نختم بموضوع أخير، هو موقف القوميين في تونس مما يحدث في سوريا. هذا الموقف أثار يعني لغط كثير وانتقادات حادة. ما موقفكم اليوم أنتم الذين تدعمون أو تدعون كما يقول البعض دعم الديمقراطية في تونس، بينما تدعمون بشار الأسد ونظامه في سوريا؟ احنا ديمقراطيين، واحنا نظلنا أنا نقول لك القوميين في تونس وفي غير تونس اللي قدموهم ضحايا وشهداء ومساجين ضد الاستبداد أكثر من اللي قدموهم حتى في معارك ضد الاستعمار. في تونس فقط يكفي يعني باش نرجعوا للتاريخ نفهم هذا. شوف، احنا في سوريا مع شعبنا ومع الديمقراطية وغيرها، لكن شوف المشكل وين. المشكل هذا اللي نحبوا نتفقوا فيه مع الناس، نقيموا يهندرا اللي يحدث في سوريا هو ثورة تهدف إلى الديمقراطية أو هي أشياء أخرى. احنا في تقييمنا وفي تقديرنا أن ما يحدث في سوريا لا علاقة له بالسوريين، لا علاقة له بالديمقراطية، لا علاقة له بحقوق الإنسان، لا علاقة له بأنه بشار الأسد لكن هناك شعب انتفض في البداية في سوريا لمطالبة بالحرية بالديمقراطية. لما بشار الأسد رفض هذا انتفض ضده وطالب بإسقاطه. شوف في البداية يعني هذا ما حدث. هذا ما حدث في البداية. ثم دخلت أطراف خارجية. أوكي، هذا نتفق عليه، ربما يتفق عليه الجميع، ولكن هل الحل في دعم نظام يعني يسفك دماء شعبه يوميا؟ احنا الحل شنو؟ الحل أن الناس تجلس على طاولة الحوار وتتحاور. احنا متأكدين أن الوضع في سوريا اليوم راه وضع معقد، وأنه أطراف خارجية دخلت على الخط هذايا. راهي المجموعات التي تقاتل النظام السوري مجموعات أوتي بها من كل أصقاع الدنيا، مش شيشان التونس، لكن هناك شعب سوري أيضا يقاتل. هاني جيتك عاد خليني نوصل. ثاني حاجة، أنا ما نجمش نفهم وما نجموش التوانسة يفهموا اللي ثم ثورة في الدنيا تحب الديمقراطية يدعمها أمير قطر ويدعمها ملك السعودية، اللي ما عندهمش حتى علاقة بالديمقراطية، ولا عندهم انتخابات، ولا عندهم تزوير انتخابات، ولا عندهم نقابات، ولا عندهم حقوق إنسان، ولا عندهم دساتير، ولا عندهم حتى شيء. لا يمكن أن نفهم ونستوعب أن الناس هذوما يدعموا ويضخوا في المال ويضخوا في السلاح إلى هذه المجموعات من أجل سواد عيون الشعب سوريا ومن أجل الديمقراطية في سوريا. احنا في وجهة نظرنا أن المطلوب اليوم في سوريا هو تفتيت سوريا، هو تقسيم سوريا إلى دويلات، هو إخراج سوريا وإخراج سوريا يعني سوريا التاريخ والجغرافيا، وإخراج حتى النظام السوري وإخراج النظام السوري من معادلات الصراع العربي الصهيوني. طيب، ألم يكن من الأجدر، عفوا سي زهير لضيق الوقت، ألم يكن من الأجدر الاكتفاء بدعم الشعب السوري في مطالبته بالحرية بالديمقراطية، ويعني عدم الانخراط في دعم نظام يسفك دماء شعبه؟ أعيد لك أن هذا النظام هو يسفك دماء شعبه يوميا أمام شاشات العالم. شوف، المجموعات المسلحة في سوريا اليوم هو حرب في سوريا، حرب بين جيش السوري، الجيش العربي السوري. طيب، يعني اصطفافكم إلى جانب نظام بشار هو خيار سليم في اعتقادي؟ أنا أعتقد أنه خيار سليم، لأن المطلوب اللي في سوريا هو تفتيتها. نحن نصطف مع
وحدة سوريا، مع سوريا التاريخ، مع دور سوريا في المقاومة في مواجهة مجموعات إرهابية أوتي بها من كل أصقاع الدنيا من أجل الإطاحة بالنظام السوري، مش الإطاحة بالنظام السوري والديمقراطية في سوريا، من أجل الإطاحة بالنظام السوري لتسود الفوضى في سوريا. وشوف راهو عندنا احنا راهو اكتوينا كعرب وكمسلمين، اكتوينا من السيناريو العراقي. جاءت الدبابات الأمريكية وجاءت من معها هذه الدبابات الأمريكية باسم الديمقراطية وباسم حقوق الإنسان وباسم أن صدام حسين مستبد إلى آخره، وتمت الإطاحة بالشهيد صدام حسين. وانظر ماذا يحدث في العراق، أكثر من 1,000,000 شهيد في العراق. نفس السيناريو ونفس التقريب بالصورة اللي موجودة في جارتنا ليبيا، معمر القذافي مستبد وغيره، وجاءت قوات الناتو ودعمت قوات الناتو من طرف هؤلاء الناس الذين أسقطتهم قوات الناتو بطائرتها في ليبيا ليحكموا ليبيا. انظر ماذا يحدث في ليبيا. طيب لماذا لا تقول يعني أن هذه الأنظمة أوكي مستبدة يعني طاغية، ولكن نحن نقف مع الشعوب لا نقف مع الأنظمة؟ هناك اتهامات إلى التيار القومي، عفوا سي زهير، أنكم يعني تقفون إلى جانب الأنظمة وليس الأنظمة القومية وليس إلى جانب الشعوب. شوف التيار القومي في تونس، وهذا تحدي، لم يكن له في تاريخه أي علاقة مباشرة مع أي نظام عربي، حتى الأنظمة اللي سميت روحها قومية، وهذا تحدي للجميع. بل بالعكس، بعض المجموعات الأخرى حتى الإسلاميين كانت لهم علاقات مباشرة مع بعض الأنظمة ذي. تاريخيا هناك بعض التمويلات، هناك راشد الغنوشي لا يتحدث عن القومية. لا سامحني، راشد الغنوشي وقت جاء تونس قبل ما تنطلق الأحداث في ليبيا كان يشيد بدور معمر القذافي في ثورة تونس، والتقى معمر القذافي. انا ناكد لك انا لم نلتقي لا معمر القذافي ولا بشار الاسد ولا لينا علاقات لا مباشره ولا غير مباشره. احنا نقيم في اوضاع داخل امتنا، تقييمنا يقول انه ما يحدث في سوريا لا علاقه له بالثوره، ان ما حدث في ليبيا لا علاقه له بالثوره. ليبيا اليوم محتله، نفط ليبيا اليوم تحت الاحتلال، سوريا اليوم يحاولوا احتلالها. فنحن نقف مع امتنا ونقف ضد تقسيم امتنا ونقف ضد احتلال امتنا. وكنا دوما نعتقد أن كل الأنظمة العربية اللي موجودة، حتى نظام عبد الناصر قبل، كنا نعتبر الدولة الإقليمية في حد ذاتها هي عدوان على الأمة. فنحن لا نقف مع الأنظمة، نحن نقف مع أمتنا في مواجهة عدوان على هذه الأمة، عدوان من الداخل وعدوان من الخارج. شكرا لك زهير المغزاوي، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة، في أمان الله.